انا عمري ما هنسى الشخص ده ابدا. انا كنت بحكم عليه من جهه واحده بس، وهي جهه معاملته معايا. حقيقي لو كان في ايدي الجنه والنار كنت دخلته النار. بعض الناس لما شافوا المقطع ده ليا عاتبوني، قالوا لي ازاي تقول انك تملك الجنه والنار. اولا انا عايز اشكر كل انسان بيقدم لي النصيحه بطريقه هاديه، لكن عايز اقول لكم ان انا ما غلطتش في حاجه. اسمه فرض شيء مستحيل لا يمكن يحصل عشان اوصل الفكره وابالغ في توصيلها. انا كنت عايز اوصل للناس قد ايه قبل ما احب الشخص ده انا كنت بكرهه جدا، فافترضت المثال اللي انا قلته ده. وعلى فكرة الفرض والمثال اللي انا قلته ده موجود تقريبا في القرآن. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. لما تروح لكتب التفاسير عشان نعرف ايه هي رحمة ربنا يقول لك كل نعم الله، والجنة طبعا من اكبر نعم الله. ربنا بيقول لنا ان الانسان بخيل لدرجة ان احنا لو نملك الجنة مش هندخل فيها حد تقريبا. هو نفس المثال اللي انا ضربته وقلته. وعلى فكرة ربنا افترض في القرآن تعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. احنا اعتقدنا طبعا ان ربنا واحد، وربنا افترض ان لو كان لي ولد لازم نعبده. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. واحنا اعتقدنا مش محتاج ان انا اقول ان ربنا ليس له ولد وليس له صاحب. ضرب المثال وفرض المستحيل لتوصيل الفكرة ده مش حرام ولا عيب وموجود في القرآن. وفي النهاية برضو بكرر شكري لكل الناصحين برفق، ويا ريت بقى توصلوا انتوا الفيديو ده لغيركم. للأسف اللي احنا شايفينه في الفيديو ده أصبح ظاهرة. البنت بتروح الجيم وبتلاقي كابتن راجل هو اللي بيدربها، يحصل بينه وبينها تلامس ويسندها ويدربها بطن ويدربها ظهر. الموضوع ده زي ما انا قلت لكم اصبح ظاهرة، اصبحت موضة. انت كبنت عايزة تروحي الجيم روحي، عايزة تلعبي اي رياضة روحي العبي رياضة، لكن ما يكونش فيه كاميرات، ما يكونش فيه ولاد معاكي، ما يكونش فيه كابتن، ما يكونش فيه إظهار للعورة. العبي رياضة بالضوابط الشرعية. لكن اللي حاصل ده لا يرضاه شرع ولا دين ولا منطق ولا عقل، ولا ينفع يكون في راجل في البيت ويقبل ان مراته ولا بنته ولا اخته تنزل وتروح لكابتن زي كده يدربها. اللهم بلغت اللهم فشهد. سيدنا نوح فضل 950 سنة يدعو قومه، وفي الآخر ما آمن معه إلا قليل. وسيدنا إبراهيم أبوه كان أكتر واحد مش مصدقه ولا مؤمن بيه. وسيدنا لوط مراته خانته وكذبته. وسيدنا النبي محمد عمه أبو لهب اللي المفترض هو من أقرب الناس ليه كان بيكرهه وبيكره الناس فيه. ممكن أقرب الناس ليك يأذوك ويحبطوك ويحاربوا فيك، لكن ده مش معناه أبدا إنك مش على الحق أو إنك مش هتنجح. مع الاجتهاد والسعي هتوصل، وهيجي يوم الناس اللي كانوا بيسخروا منك هيفتخروا بيك. انا عمري ما هنسى الشخص ده ابدا. انا كنت بحكم عليه من جهه واحده بس، وهي جهه معاملته معايا. حقيقي لو كان في ايدي الجنه والنار كنت دخلته النار. بعض الناس لما شافوا المقطع ده ليا عاتبوني، قالوا لي ازاي تقول انك تملك الجنه والنار. اولا انا عايز اشكر كل انسان بيقدم لي النصيحه بطريقه هاديه، لكن عايز اقول لكم ان انا ما غلطتش في حاجه. اسمه فرض شيء مستحيل لا يمكن يحصل عشان اوصل الفكره وابالغ في توصيلها. انا كنت عايز اوصل للناس قد ايه قبل ما احب الشخص ده انا كنت بكرهه جدا، فافترضت المثال اللي انا قلته ده. وعلى فكرة الفرض والمثال اللي انا قلته ده موجود تقريبا في القرآن. قل لو انتم تملكون خزائن رحمة ربي اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا. لما تروح لكتب التفاسير عشان نعرف ايه هي رحمة ربنا يقول لك كل نعم الله، والجنة طبعا من اكبر نعم الله. ربنا بيقول لنا ان الانسان بخيل لدرجة ان احنا لو نملك الجنة مش هندخل فيها حد تقريبا. هو نفس المثال اللي انا ضربته وقلته. وعلى فكرة ربنا افترض في القرآن تعدد الآلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. احنا اعتقدنا طبعا ان ربنا واحد، وربنا افترض ان لو كان لي ولد لازم نعبده. قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. واحنا اعتقدنا مش محتاج ان انا اقول ان ربنا ليس له ولد وليس له صاحب. ضرب المثال وفرض المستحيل لتوصيل الفكرة ده مش حرام ولا عيب وموجود في القرآن. وفي النهاية برضو بكرر شكري لكل الناصحين برفق، ويا ريت بقى توصلوا انتوا الفيديو ده لغيركم.